اخبار كتير عن رحيل زيزو بعد وصول عروض كتير بدعم من محمد صلاح، وهتعرفوا التفاصيل. ملف تجديد لاعبين الاهلي فيه كلام كتير عن تعطل المفاوضات مع حسين الشحات وهنعرف الاسباب. كلام عن رحيل كهربا اخر الموسم على سبيل الاعارة، وهل هنشوف مصطفى محمد في الاهلي الموسم الجاي، ومفاجأة رامي ربيعة. كل ده واكتر هتعرفوه في الحلقة. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. زيزو وأزمة زيزو جوه أوضة لبس الزمالك. هل زيزو فعلا فلوسه هي اللي بوظت أوضة اللبس وتسريب عقده هو ولاعيبة تانية هو السبب في الكلام ده؟ الحقيقة لأ، دي توابع زلزال. زيزو حضرتك حس إنه خد قرار غلط إنه جدد مع الزمالك بالمبلغ ده بسبب أزمة الدولار والتعويم وما إلى ذلك. حس إنه الموضوع برضه ما وصلش لإنه يتقدر بالشكل المادي اللي متخيله. الحكاية كلها إنه زيزو مكلم طوب الأرض عشان الزمالك يسيبه، وفي عروض قوية جدا جاياله، قوية من حيث المادة طبعا ليه وللزمالك، لدرجة انه توسط لمحمد صلاح يتواصل مع الوزير شخصيا عشان يمشي بشكل كويس، الوزير اشرف صبحي، زي ما مشي امام عاشور بشكل هادي، وبالفعل حصل. وظني انا بقى مش اخبار انه زيزو ايامه مع الزمالك بقت معدودة ويمين شمال هيمشي خلاص. صفحات كتير قالت انه حسين الشحات جدد وده ما حصلش نهائي، بل على العكس الموضوع فيه كلام وكلام كتير. حسين تقريبا في نفس حالة زيزو كده، حاسس انه مهما اخد فلوس في مصر عموما مش هيفيده، فبدأت دماغه تلف في موضوع انه يرجع الخليج تاني، وهو بالفعل عنده عروض. فالكلام لسه داير ومفيش اي جديد، بل على العكس مفيش تقدم. في حالة من التفكير عند حسين انه يحترف ويقبض بالدولار ويأمن نفسه ويرفع الحرج عن إدارة الأهلي في أي زيادة ممكن تكون مش منطقية بالنسبة لأوضة اللبس. فخلينا نشوف، ده الكلام اللي وصل لي. بس توقعي الشخصي انه حسين هيجدد والأهلي هيسيبه يطلع الخليج إعارة مثلا سنة، وخلينا نشوف الأيام الجاية. كهربا والغرامة ودفع الغرامة وسنين الغرامة واللي جاب الغرامة، وموال مش عارف هيخلص منه امتى بصراحة، كان الله في عونه. بس اللي اعرفه انه خلاص كهربا في طريقه لدفع الغرامة بحسب كلام المحامي بتاعه اشرف عبد العزيز. في تفكير جوه النادي الاهلي انه كهربا يطلع اعارة لاي نادي خليجي، وكهربا جاي له عروض كتير الفترة دي، والفضل ده يرجع لمستواه طبعا بعد ما كان قاعد ما بيشاركش. كلام كتير طالع من مجلس الادارة انه بيفكر يسيب كهربا كنوع من التقدير ليه ورد الجميل، مع تمديد تعاقده طبعا. وتوقع الشخصي انه ده هيحصل فعلا كنوع من رد الجميل من كابتن محمود الخطيب لكهربا. ظهرت تقارير صحفية كتير بتأكد ان مصطفى محمد ما قدمش المستوى المنتظر منه في فرنسا، وبناء عليه نادي نانت الفرنسي مش هيفعل بند الشراء وهيرجع جالاتا سراي من تاني. ده كلام كل الناس عارفاه. اللي الناس ما تعرفوش ان الاهلي اليومين اللي فاتوا بيفكروا جديا كمان في ان مصطفى محمد يكون ليهم كلام معاه لو ده حصل فعلا ورجع جالاتا سراي. انما مش معروف هل اللاعب هيوافق على ده ولا لا، وانا ظني ان اللاعب مش هيرجع مصر مهما حصل، بس انا بوضح خبر جالي من جوه النادي، توضيح لتفكير الناس في النادي الاهلي اليومين دول تفكيرهم عامل ازاي. الايام اللي فاتت كل التقارير اللي ظهرت وكل اللي احنا عارفينه من جوه النادي ان ايمن اشرف ورامي ربيعه اوت خلاص مش هيجددوا، ولو عايزين يتفاوضوا مع اي نادي تاني من دلوقتي اهلا وسهلا. انما الجديد والمفاجئ ان كولر طلب استمرار رامي ربيعه تحديدا، وده كان توقعي انا الشخصي. لا يمكن يبقى فيه لعيب زي رامي ربيعه في اي نادي واي مدرب يستغنى عنه. ليه؟ غلطاته، اصاباته اخرته كتير وخلته في مستوى مش اللي هو، انما يفضل رامي ربيعه من اهم اللعيبه اللي جت في الاهلي في الفتره الاخيره سواء كمدافع او كخط نص. لعيب بولر هايل ويقدر يغير لك الملعب في لحظه. يعيبه حاليا عدم التركيز، انما قادر باذن الله كولر يرجعه لتركيزه بما انه طلب التجديد معاه. دي كانت اخبارنا، تابعونا دايما وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، ونشوفكم على خير.